واش معناتها؟ كاين ناس اغتصبوا وهم زواليه، نضامن معاه نقول له راك زوالي اغتصبت مسكين. والله غطني. لا، زوالي في الايطاليه جهه. هذه، اسمح لي الايطاليه اللي كانت معاها نضت في كان عندها جميع الوسائل اللي تقدر تتصورها. كلات مليح، عشت مليح، ما تبكيش، ماشي تاع تبكي. هذه ماهيش باش تبكي ولا ما تبكيش. انا مانيش انا باش نبكيك ولا باش ما تبكيش. كاين امريكيات كانت عندهم جميع الوسائل الممكنه، كلاو مليح، عاشوا مليح، كان عندهم النقل، كان عندهم كل شيء. ايمان خليل. اسمح لي علاش ما وصلوش وين وصلت ايمان؟ كيفاش ما تعترفش باللي ان واحد اللي كان عنده ظروف اقصى وقدر انه يوصل الان قريب انه يدي الذهبيه تاع الاولمبياد؟ تعرف واش معناتها الذهبيه تاع الاولمبياد؟ تعرف واش القيمه تاعها؟ شحال كاين من الناس اللي عندهم، اسمح لي وخليك تكمل، اللي عندهم واسمو لا جمله ونخليك تكمل، جمله برك. شحال من الناس اللي قادرين يوصلوا ويديو ويوليو دي شامبيون اولمبيك؟ هل تعرف شحال في الدنيا هذه؟ واش لازم لك من عناء باش توصل لهذا الشيء؟ ويزيدوا يتنمروا عليها، وانت راك تتنمر على بنت بلادك اون بلوس، وهذا هو الافظع. نقدر نتكلم؟ راه نغلق لك الميكرو. شكرا. صراحه اني قلت لك المداخله تاعك لازمني الكليناكس، لكن الحمد لله انه انا انسان لا اتاثر بالعاطفه، عندي واحد الجمود وواحد البرود ما تقدرش تتصورها. تقول الإيطالية كبرت مليح، أولا ما تقدرش تعرف هذا. كاين رياضيين ورياضيات فرنسيات عاشوا ظروف صعبة، إيطاليات، وتحداوا وكل شيء. أعطيت المثال أيضا بالسعودية مثلا اللي انتصرت على الإسرائيلية، امرأة كاملة الأنوثة، تحدات المجتمع اللي شوية محافظ، تحدات في الغرب بلاك اللي يرفضوا الناس اللي بالحجاب، وتحدات حتى الناس اللي يقول لك باللي منافسة إسرائيلية هو خيانة، وتحدات وواجهت وعطت صورة ولا أروع لبلدها المملكة العربية السعودية. هادو هما الناس اللي يمثلوني. أنه تقول أنه الإيطالية حتى كبرت في ظروف مليحة ووصلت المنافسة هذه وكلش باش تلعب، لكن وصلت المنافسة هذه باش المنافسة تاعها من الجهة الأخرى زوالية كانت، أو بنت جنرال أو بنت دونالد ترامب، تكون عندهم نفس الفرص، تكون التساوي في الفرص. هذه هي الرياضة. ما يكونش واحد بحكم أنه عنده اختلال هرموني عنده ولا عنده أمور أخرى ولا تحول جنسيا ولا، باسكو هذا راه نقاش تاع العصر هذا، وماشي برك في الموضوع هذا. انا درك لو كان نخون المبادئ تاعي في الموضوع هذا لانه هذه جزائريه وراك تقول زواليه ونتضامن على نقيض المبادئ تاعي، راهو غدوه راح نتحطوا في الموضوع هذا في مواقف اخرى. هذا راهو صراع فكري. علاه دونالد ترامب، علاش جورجيا ميلوني، علاش الناس هذو محافظين في العالم اتخذوا مواقف من القضيه هذه؟ لانها قضيه خط فصل بين الناس اللي يعتبروا باللي المحافظه على القيم، المحافظه على المبادئ. وانت اللي سقسيتني قلت لي لو كان جات بنتك، انا دي جوستومون ماذا بيا لو كان نهار بنتي ولا تتنوض على قيم صحيحه، على انه مثلا في الرياضه الرجل رجل، المراه امراه، انها تكبر بشكل طبيعي، انها تروح تعيش حياتها بشكل طبيعي، ماشي باش تروح تتبنى اعلام معينه ولا تولي في جهه معينه. هذه هي الانسان يحاول يحمي نفسه. هذه راهي قضيه ما عندهاش علاقه بالزواليزم وزوالي وماشي زوالي. نقدر نجاوبك؟ تفضل. اولا الناس اتهموها من بينها ترامب انها متحول جنسي. كاش واحد عنده الملف الطبي تاعها؟ كاش واحد على باله بلي هي متحول جنسيه؟ هي بنت عاشت بنت وكبرت بنت، كيفاش يعرفوا انها متحول جنسي؟ وانا قلت انا ما عنديش الملف الطبي تاعها، ما نقول لا هي بنت لا هي ماشي بنت، ما نقدرش نعرف. انا نقول لك باللي مكانها ماهوش في حلبة مصارعه مع امراه كامله الانوثه، هي ومثيلتها ما عندهمش مكان، لانه هذا يهدد حتى الصحه تاع الناس والحياه تاع الناس اللي مواجهينها، ويعطي صوره سيئه جدا للرياضه
الاخلاق والقيم اللي بالنسبه لي لازم الرياضه توصلها. الاخلاق تاعك وين رايح تحطها مع راجل دابز، بيسك المبادئ تاعك ما يخلوهاش مع مرا، وين رايح ديرها انت؟ يلقاو حل من بعد هذه. واش من حل؟ توجد حلول مثلا واش هو هذا الحل؟ مثلا في الملاكمه الرجاليه، درك هذه قضيه تقنيه، روح سقسي الاهل تاع الرياضه. لكن انا نعرف بانه مثلا كاين الوزن اللي يحدد في بعض لي ديسيبلين، في بعض المنافسات ممكن انه ايضا هذه الامور الاختلافات تحدد في جهه اخرى. كنت تهضر على الجنس كي لقيت طريق مقفوله وليت تهضر لي على الوزن، واش دخل الوزن؟ علاش مقفوله؟ راك سقسيتني سؤال يتجاوزني. انا قلت لك السؤال تاعي واضح، اذا ما كانش مع نساء مع من تكون؟ سي سا، قلت لك كما في الوزن كاين فصل بين المتنافسين على اساس الوزن، كما على اساس الاختلافات ولا الاختلالات الهرمونيه ممكن يكون فصل بين النساء اللي عاديين، وخصوصا النساء لانه هذا يشكل خطر على حياتهن، وبين الناس اللي عندهم اختلالات هرمونيه. ما جاوبتش، راك ما جاوبتش، راك تباتيني وراك تهرب بالوزن وبالماشي وزن. اذا ما كانش مع السؤال تاعي واضح، اسمح لي نقول لك حاجه. السؤال تاعي واضح، اذا كانت مع من نهضر انتم كان المشكل ما تسكتوش. الاوصاف هذه تاع تقول راك تباتيني وما على باليش، الاجابه راك سمعتها، تاخذها ما تاخذهاش حر انت، يا الناس سمعت. ما كاش اجابه. انت شوف بهدوء تقول ما لازمش تكون مع نساء. هذه انا فهمتها من الاجابه تاعك. اذا ما كانش مع نساء مع من تكون؟ جود. مره اخرى مثل اني نعطيك في مثال تاع انه الفصل بين رياضيين على اساس اختلافات، بالك ما تفهمش العربيه مليح، على اساس اختلافات موجود مثلا على اساس الوزن سي ان فاكتور دو ديسكريمينون، يعني هو عامل تاع تمييز. في بعض الرياضات قادر يكون الاختلافات الهرمونيه هذه، خصوصا لما الاختلاف الهرموني ممكن يشكل خطر على المتنافس الاخر، ممكن الفصل بين الرياضيين انه وحده كما الايطاليه هذيك ما تواجهش حاله مثل ايمان خليف. القضيه هذه راهي وصلت للامم المتحده. اسمح لي بهدوء رانا نهضروا بهدوء. سما تبقى عند نساء بصح يبدلوا لها الوزن. واش فهمت؟ لا انا قلت لك بالك اللغه العربيه بالك ما تفهمش، رغم انني نحكي بالدارجه. كاين يا اخو انا نفهم العربيه، نفهم الانجليزيه، نفهم لا راك ماكش فاهم الجمله. لا راه في التعليقات فاهمين. قلت لك كاين في الرياضات مثلا في الملاكمه يفصلوا بين الرياضيين على اساس الوزن، تما كاين اصناف. نفس الشيء لما تكون الاختلالات هذه، ماشي لما يكونوا متحولين. بالنسبه لي هذوك ما على باليش يدبروا راسهم بعد، انا هذيك القضيه ما ندخلش. لكن لما يكونوا واحد كي مبو غيان يفار، واحد كيما مثلا اذا كان ايمان خليف عندها اختلال هرموني، يحطوها مع الناس اللي في نفس الوضعيه، ما يحطوهاش مع نساء عندهم يعني كامل صفات الانوثه. هذا هو فقط. انا درك وليت نفهم. اسمح لي درك خلاص وليت نفهم العربيه مليح. تما تبقى مع النساء، لكن مع النساء اللي عندهم اختلال هرموني. هذه خلقوا نوفل كاتيجوري، لا كاتيجوري تاع الاختلال الهرموني. مانيش راني نقول لك اني هذه امكانيه، لانه انت راك سالتني في حاجه هذه تتجاوزني. هذه لازم ناس مختصين في الرياضه. انا المهم المبدا هو حمايه المراه. انا راني نحكي لك على المبدا. انا الرياضه خاطيني، قلت لك المبدا هو حمايه المراه. معناتها ايمان خليف واللي كيفاه ما عندهمش مجال انهم يشاركوا مع نساء كاملات الانوثه. الباقي ليست مشكلاتي. انا نوصل ولا ربما لطريق مسدوده. انا ما فهمتش حقيقه الجواب تاعك، ولا ربما حاب تخلق نوفيل كاتيجوري، ولا ربما ما تعرفش. قول ما نعرفش، قل ولا ربما هي مراه ولا ربما. اسمح لك 10 مرات. يا اسمح لي انا اللي ما نفهمش العربيه سيدي. غدوه رايح نروح نقرا العربيه ونجي نعاود نولي. لا ولا ربما نقول لك راك ما تفهمش عادي. ما نفهمش العربيه، ما نفهمش انا العربيه. دي فوا لازم تهضر بالقبايليه، ويا ربي اذا فهمت. جوستومون عليها قلت لك اسمح لي ولا ربما اللجنه الاولمبيه اللي عندها الحق انها مراه وراهي باسكو نتايا ما ربما هذه تجوزني وما رانيش فاهم فيها الترن. ولا ربما ولا ربما معناتها
علاش نتايا داير باللي اللجنه الاولمبيه ما عندهاش الحق، بما انك راك اعترفت انك ما راكش فاهم الشيء في السوجي، قلت مانيش او ساسيغ او شوف او تبقى تعاود في الامور. انت راك حابك شغل تقول حاجه وتاكد عليها بلا ما تعطي حجج. قلت لك الحاجه اللي الحل تاع ايمان خليف ومثيلتها لا يهمني وما عنديش. روح شوف الناس اللي في الرياضه. انا الحاجه اللي نقولها لك هي قضيه تاع مبدا، هو موقف مبني على الطبيعة البشرية، أنه عندي واحد الجانب محافظ في قضايا مرتبطة بالعائلة، مرتبطة بالتوجهات، ومرتبطة في مناهضة هذو اللوبيات تاع المثلية وما شابه ذلك. مثلي مثل الناس هذو اللي أخذوا مواقف دونالد ترامب ولا إيلون ماسك ولا جورجيا ميلوني ولا المندوب تاع روسيا في الأمم المتحدة. روسيا دائما ما كانت مواقفها مشرفة في المواضيع هذه. موقفي مبني على الطبيعة البشرية، هذا هو. اسمح لي باش ما الامور التقنيه وندخلوا وين تشارك. صح الحمد لله وين تشارك حتى مع الرجال ما يهمنيش. انت ما يهمكش تشارك مع الرجال، ما يهمنيش بكل برود. انا مانيش عاطفي جاي نبكي الناس وزواليه وما زواليه. انا العاطفه ما تهمنيش في المواضيع هذه. خلينا ما راحش نقنعك ورحنا. انا هذه النقطه الاولى اللي حبيت نتكلم عليك. ثانيا حبيت نتكلم على لانك راني نشوف انايا لما ندخل انا غالب اللي يتابعوا فيك هم من المغرب، وراك يعني كل مره يطرحوا عليك اسئله على مروك. اسمح لي خليني نجاوب درك. لا راني نعاون فيك باش دير اذكار المساء تاعك. خليني نسال. خليني نسالك مروك اللي يهضر معك. انت واش هو الجنسيه تاعك؟ انا مروكي. مروكي المغاربه ما نخليهمش يتدخلوا في الشؤون الداخليه الجزائريه. خليني نطرح سؤال. نقول لك ماشي نقول لك اهبط، نقول لك ديجاج، اهبط للتعليقات قدرها. باسكو قلت قبيل الحكايه هذه تاع تطلع معاي كامل المغاربه هنا كامل دون استثناء بلوكيني ما نحتاجك، ما عندي واش ندير بيك، ما والو. نتناقش معاك يا اخي في ايمان خليف وشجع لي راسي. اظن الفكره تاعي كانت واضحه، هو ما يفهمش ومشيت معاه وباقي نعاود له. التكرار يعلم الحمار. لكن باش تجي تبقى تعاود في هذه دركه تاع كل مره ما يتبعوك المغاربه، يتبعوني مغاربه بلوكيني وما تجيش عندي. علاش شاد الصف من الصباح داير الطابور وتستنى؟ سي انكرويابل. عادي راني نسمع في هضره ما على باليش منين جات اصلا. كاين واحد الفوق